مساء الخير سمو الامير. مساء الخير ابو بدر، تحياتي للاخ غرم والاخ ابو فهد. الله يحييك سمو الامير. يعني شفت ردود الفعل شويه بعد المباراه، كان في نقاشات ويمكن حتى على المستوى التفاعلي وعلى المستوى الالكتروني الكل كان يتحدث ان الهلال فاز، بس المستوى اليوم ربما يخاف البعض انه متجه لخط بياني منخفض. تعليقك على المباراه سمو الامير؟ والله شوف، انا ابو بدر ما اطلعت على رد فعلي الان، ولكن استطيع اقول لك رده فعلي انا والجهاز التدريبي واللاعبين. تفضل. انا اعتقد المباراه عنوانها 3 نقاط وخلو مباراه البطاقات بالنسبه لنا، يعني بس هذا هو العنوان العريض. يعني هم المستوى بالتاكيد ما كان مرضي ولا كان مقنع، ولكن انا ارجع لعده اسباب. اعتقد السبب الاول انه احنا كنا ماشيين بشكل جيد الى ما تسجل فينا الهدف الاول. اصابنا نوع من يعني الربكه. بعد ذلك ما في شك ان الفريق الاماراتي فريق الجزيره قدم مباراه جيده، وكان يلعب وفق انه هو ما يبغى يعني يلعب على المرتده لو لاحظت طول المباراه، واستطاع انه يعني يحرجنا في بعض المرتدات الحقيقه. ولكن بشكل عام انا استطيع ان انا اقول انه ما كان المستوى مرضي. حتى البدلاء اللي دخلوا اليوم باستثناء طبعا فهد الشمري ما كانوا على قدر المأمول منهم، يعني ما قدموا المستوى اللي احنا نأمله، ما رفعوا الرتم. عرفت كيف؟ فمن هالمنطلق يعني بالنسبه لنا الحمد لله هي 3 نقاط ممتازه جدا. وتعرف احنا كان عندنا 7 بطاقات ل7 من لاعبينا في المباراه اللي فاتت واللي قبلها، فاهم شيء ما اخذنا بطاقات ايضا. احنا جل ما نطمح له الان في المشوار الاسيوي انه المباراه الجايه ان شاء الله الغراف القطري يستطيع ان يعطل الفريق الايراني، يعني اما بالتعادل او يفوز عليه في قطر، ونستطيع ان احنا نواصل الانتصار على الجزيره الاماراتي في ابو ظبي، وهذه مهمه ما هي سهله يعني. اذا حدث هذا الامر ورب العالمين اكرمنا فيه، يصير تفكيرنا بعد كذا في كل جوله على حده يعني. ولكن بشكل عام انا راضي عن النتيجه ولست سعيد جدا بالمستوى. سمو الامير، مباراتكم المقبله في 20 ابريل حتكون في ايران مع لا مالك له ابو بدر في ابو ظبي. عفوا مع الجزيره. بالضبط. يعني يمكن هذا يساعدكم شوي سمو الامير تذهبون لايران باعصاب اكثر هدوءا. اعتقد احنا مباراتنا مع الفريق الايراني يوم 4 ابريل. فيعني ان شاء الله احنا ما نطمح اليه ان احنا نفوز كل مبارياتنا. طبعا اذا فزنا كل مبارياتنا واستطاع الطرف انه يعطل الفريق الايراني ولو بالتعادل، احنا نبحث عن صداره المجموعه. للامانه ما نبغى نقابل الاتحاد، ما نبغى فريقين سعوديين يقابلوا بعض يعني. بالضبط. سمو الامير، احمد علي زي ما قال الكابتن غرم شوي انه في تصاعد واضح في المستوى، ريحكم شويه من بعض الانتقادات اللي صادفت اول خطوات اللاعب في الملاعب السعوديه؟ والله يا ابو بدر شوف، انا بقول لك على شيء، انا دائما استغرب الحكم المستعجل على اللاعبين. انا اقول انه احنا لاعب عاده سمو الامير، هذه عاده في البلد يعني. انا احب اذكرك واذكر الاخوان المشاهدين واذكر الاخ غرم وهو عارف يعني، واشكره على رايه، والاخ ابو فهد، انه مثلا لما جاء والهمسن اول شيء سموه التكتيكي ولاعب 50 مليون وانتقصوا منه انتقاص شديد. نفس الشيء لما جاء تياغو نيفز. يعني انت في لعيبه، انت عارف على فكره بقول على حاجه مهمه، من الصعب ترى انه اللعيبه الاجانب ينجحوا بسهوله في الدوري السعودي. الدوري السعودي صعب، مع احترامي للدوريات المجاوره زي قطر والامارات. اللعيبه الاجانب لما يجوا هناك ينجحوا، يعني ينجحوا يقدموا مستويات اذا كان لهم اسامي. احنا هنا الدوري عندنا اصحب، الفرق عندها تكتيك دفاعي قوي، اللعب سريع، اللعب قوي، في انضباط. اعتقد ما هو سهل اي لاعب ينجح. احمد علي قاعد يؤدي ما هو مأمول منه، قاعد يتصاعد مستوى، وانا اعتقد انه اخر 3 مباريات يعني اظهر عن جانب احنا نحتاجه، القتاليه ومضايقه المدافعين وتسهيل الفرص للزملاء الاخرين والتسجيل كذلك. اذا استمر على هالتصاعد احنا بالتاكيد حنكون نعتبر نفسنا وفقنا في التعاقد. السؤال الاخير لك سمو الامير، مباراه اليوم في اعتقادك انها كان حملها فنيا اقل من حمل مباراتكم مع الاتفاق في الدوري المحلي؟ والله شوف ابو بدر، ترى احنا مع الاتفاق يعني انا كمان ابغى ارجع، ترى ضغط المباريات ورا بعض اعتقد له تاثير. يعني ترى اللعيبه بذلوا جهد هائل في مباراه الاتفاق والتنقل، وبعدين في لسه عندنا مباراه، يعني احنا كل 4 ايام قاعدين نلعب مباراه. فانا اعتقد انه هذا ايضا ترى القى بظلاله، اضافه الى انه الفريق الاماراتي لما لعب بالصف الثاني الحقيقه اربكنا. تعرف انك انت ما انت عارف عنه شيء، هذا رقم 1. رقم 2 هم لعبوا ما عندهم شيء يخسرونه، هم جايين الحقيقه واضح انهم هم ما هم حريصين على نتيجه المباراه، يلعبوا يستنونا احنا ايش نسوي، يلعبون على لعبه. فكان هذا متعب بالنسبه لنا. يعني لو تلاحظ حتى لما احنا كانت النتيجه 2-1 ما كان فيها الهجوم منهم. يعني مثلا عاده لما تكون النتيجه 2-1 الفريق اللي امامك تلاقيه مثلا بدايه الشوط الثاني ابتدى يهاجمك بكثافه عشان
يعوض، لا هم لعبوا بنفس الطريقه ويلعبوا على الكرات المرتده، هذا صعب المباراه علينا شوي، ولكن الحمد لله مثل ما قلت لك عنوان المباراه بالنسبه لنا 3 نقاط وما في كروت، ومستوى يعني استطيع ان اقول انه اقل من هذه. سمو الامير يمكن في سؤال ايضا اسمح لي يكون اخير، يعني اخير هالمره. هناك حديث يعني عن بيع حقوق الدوري السعودي، استقدام شركات اجنبيه للتصوير، وهذا شيء جيد ان يكون هناك تطوير في عمليه النقل التلفزيوني، لكن هناك حديث انه تطوير النقل التلفزيوني سيكون تكلفته من خلال المبلغ اللي راح يدفع لقيمه النقل التلفزيوني، وبالتالي قد ينخفض المبلغ او يثبت المبلغ اللي تتحصل عليه الانديه كعائد لحقوق النقل التلفزيوني. انتم كنادي الهلال وانتم يعني واحد من اهم الانديه السعوديه، هل حصل اي نقاش، مداولات رسميه غير رسميه في موضوع النقل التلفزيوني؟ يعني هناك الكثير من الهلاليين يعتقدون ان حصه مهمه يفترض ان يحصل عليها النادي من قيمه العقد اساسا الذي يتم بيع الحقوق من خلاله. والله اخبار اللي تسمعني اياها هذه ما هي مفرحه ابو بدر. يعني اتمنى ان يكون مثل ما قلت قبل في مداخله سابقه معك انه يكون الدخل التلفزيوني يليق بالدوري السعودي، لانه الدخل انا اعتقد انه 4 مليون في السنه، استطيع ان اقول بامانه انه مبلغ لا يرتقي ابدا يعني او يقصر كثيرا عن طموحات اي احد، يعني انا اعتقد انه المفروض المبلغ يكون اكبر بكثير، واعتقد انه التصوير يعني مثل ما انت قلت قبل شوي، يعني انا اشوف التصوير يعني ما يبغى له هالكلفه الهائله، هي مثل ما انت قلت قبل شوي كيف تحط الكاميرات وكيف يعني اعتقد انه الامر هذا ينبغي ان ينظر في مصلحه الانديه وتحقيق اكبر دخل لها بما يتناسب مع قيمه الدوري السعودي. سمو الامير تعرف انتم كم تاخذون بالمية من قيمه العقد الحالي؟ تاخذون 3%. نادي الهلال ياخذ 3%. زكاة شكرا جزيلا. شكرا لك سمو الامير، شكرا لك ابو فيصل، يعطيك العافيه.